السلام عليكم. انا بتكلم بس لاصحاب الشقق، للناس اللي بيأجروا شقق. حسوا بالناس شويه، حسوا بالشباب شويه. خلى عندكم دم. الشباب طفحان الكوته بنشتغل شغلانتين والله عشان نمشي بيتنا ونمشي حياتنا ودنيتنا تمشي ونعرف نصرف على بيتنا. ما بناخدش بال20,000و30,000 في الزمن اللي احنا فيه يعني. يا دوب نمشي بستر ربنا بنقول يا رب. الشباب بتشتغل شغلانه واتنين. انتوا بقى بتيجوا، يعني انت تأمن لواحد وتاخد الشقة تاخد منه الشقة وبغير عقد ولا بتاع، ويعدي 6 شهور ولا حاجة اقول لك لا انا بدل ما انت بتدفع لي 1200، لا ادفع لي 1500. يا باشا ده ثقة، ده احنا متفقين على 1200. يقول لك لا الدنيا غالية. هي غليت عندك وعندي لا. واما تيجي تعمل عقد يقول لك انا حاطط شروط، هفسخ العقد. افسخ العقد يا باشا لو انت ما دفعتش كده، ووصل لك الموضوع لكهرباء ونور وميه. ده 2000 او 1800 و3000 وبتاع. وانت تقعد في الشقه، ممكن في الدور الخامس ولا بتاع يطلع عينك رايح جاي طالع نازل انت وعيالك، بتقول 4 حيطان الدارينا وخلاص. الناس طفحانه الكوت، احسوا بالناس. واحنا بناخد ضرارات وانتوا بتاخد ملاليم. ده ماشيه بستر ربنا. ترافوا من الناس. اصحاب الاجورات انتوا اللي بتأجروا. تأجروا للشباب. الشاب مش عارف يتجوز. الشاب مش عارف يلاقي شقة. تعالوا الدنيا ليه وتعملوا الدنيا ليه؟ حسوا بالناس. بطلوا طمع وجشع تقول لا. في شباب بتقعد لل30 سنة و40 سنة ما يتجوزوش عشان مش لاقيين لقمة. مش لاقيين يصرفوا ومش عارفين يصرفوا على نفسهم. اتقوا الله في الناس.